صفقات. هتقول لي مين؟ هقول لك في لعيبه محسومه ولاعيبه لا. نتكلم في اللعيبه المحسومه. كريم نيدفيد رجع للنادي الاهلي. كريم نيدفيد الاهلي خلاص بلغوا ان هو رجع للنادي الاهلي. سعد سمير في حاله رحيل ايمن اشرف، في حاله رحيل رامي ربيعه، سعد سمير رجع. حتى لو مش هيرجع كلاعب اساسي او لعيب ان هو يبقى خيار اساسي للفريق، ولكن هيبقى عنصر زي ما بيقولوا كده عنصر الخبره داخل صفوف الفريق، فبالتالي سعد سمير كمان هيكون موجود. ده رقم 2. هنرجع برده كمان لمحمد شكري. قلت لك يا كابتن محمد شكري قبل كده الاهلي باعه، ولكن حط بند في عقده بيديله الحق ان هو يشتريه. بس بكام؟ سعد كل الاحترام ليه، يعني سعد سن كبير دلوقتي يعني هو نفس الكلام يا كابتن على رامي ربيعه وايمن اشرف. ولكن سعد سمير يختلف عن رامي ربيعه وايمن اشرف في حاجه، ان عقده مش خلصان. عقد الاهلي مع رامي ربيعه وايمن اشرف لحد اللحظه دي هيخلص بنهايه الموسم، فبالتالي انا النهارده مش هقدر اجدد الا لما اكون اتواصل معاهم الاتفاق. لحد دلوقتي مفيش اتفاق، فبالتالي سعد سمير هيكون زي خيار، يعني ايه، زي عنصر خبره موجود، ولكن في لعيبه ثانيه بقى موجوده. انا قلت لك يا كابتن دلوقتي هنتكلم في كريم نيدفيد، سعد سمير، محمد شكري. عشان يرجع الاهلي يدفع كام؟ الاهلي يدفع 7 مليون جنيه بس. ناس بتتكلم في 20 مليون و22 مليون. لا، في بند صريح في عقد محمد شكري، في بيع محمد شكري بيدي الاهلي الحق ان هو يشتريه مقابل 7 مليون جنيه بس. بنتكلم في المهاجم الاجنبي، بنتكلم في الجناح الاجنبي، بنتكلم في المدافع مين؟ اللعيبه دلوقتي اللي بنتكلم عليها اسامه جلال، عمر فايد، احمد عوض. اسامه جلال زي ما احنا كلنا عارفين قصته. طب اسامه جلال قصته ايه؟ اسامه جلال قصته ان هو لسه فاضل سنه في عقده مع بيراميدز، ولكن القصه دلوقتي مع اسامه جلال، هل بيراميدز هينجح في التجديد دي ولا لا؟ الاهلي شغال ان بيراميدز ما يقدرش ينجح معاه في التجديد، فبالتالي يتفاوض مع بيراميدز على سنه. عمر فايد لاعب المقاولين العرب لا زال في الصوره، واحمد عوض لا زال في الصوره، فاحنا كده بنتكلم في 6 لعيبه: سعد سمير، كريم نيدفيد، محمد شكري المهاجم الاجنبي، الجناح الاجنبي، المساك اللي هو هيكون بين الثلاث لعيبه اللي بقول لك عليهم دول يا كابتن. لو عايز تخش كمان في اللعيبه الاجانب، الاهلي متابعهم في اكتر من لعيب، منهم مثلا محمد زجران اللي هو لاعب اسك ابيجان. ده لعيب متابع ولكن ما عليهوش اي اجماع. هرجع لك يا كابتن، كنت قلت لك في الحلقه اللي فاتت ان الاهلي متابع لعيبه في بطوله افريقيا، فاكر ولا مش فاكر؟ طيب مين اللعيبه دول؟ هو متابع 2 لعيبه، مهاجم منتخب جامبيا اللي هو بوجانج. بس ده جاي له عروض في الدوريات. مظبوط، جاي له عروض. انا بقول لك الاهلي متابعهم. بوجانج ده الاهلي متابعه بشكل كبير. وفي لاعب اسمه سامسون لاوالا. سامسون لاوالا ده جناح منتخب نيجيريا رقم 18. ده اللعيب ده لعيب كويس جدا، ولعيب برده يعني نال اهتمام من النادي الاهلي. ولكن في جزئيه مهمه جدا يا كابتن في القصه دي. ناس هتقول لك الاهلي هيجيب اللعيبه دي كلها يحطها فين؟ الاهلي دلوقتي بيعمل شبه اتفاق مع احد الانديه الثانيه، ممكن يبقى نادي في الدرجه الثانيه، ان الاهلي هيجيب اللعيبه دي ويكون النادي ده هو اللي اللعيبه دي تنضم له في الدوري هنا في مصر، على اساس ان اللعيبه دي يستثمر فيها. لو في لعيبه فيها مميزه الاهلي ياخدها، لو لعيبه مش مميزه الاهلي بعد كده يبقى ليه دور ان هو ياخد فلوس. وممكن يتم الاعلان عنها او يتم انهائها بشكل رسمي. هي في الرتوش الاخيره دلوقتي. مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود، بعد موافقه مسؤول نادي حرس الحدود وبعد موافقه الجهاز الفني